في الفيديو ده هشرح لكم تكنيك تاني ادفانس بنستخدمه في كي جي ورك اوتس مع العملاء بتاعنا وبيجيب نتيجه مرعبه. لو تفتكروا من يومين ثلاثه فاتوا شرحت لكم مجموعه اسمها بري اكزوست سيت او ازاي تجهد العضله قبل التمرينه الكومباوند قبل التمرينه الرئيسيه. الفيديو ده بالظبط عكسه بوست اكزوست. ومن غير ما نجعلص الدنيا خليني اقول لكم بيتعمل ازاي وايه فايده. التمرينه دي ان انتوا بتخشوا تمرينه على وزن حر او تمرينه معقده او كومباوند موفمنت وبتلعبوا مجموعتكم عادي خالص 8 10 عدات بتركيز وزن عالي وتجيبوا اخركم. وكل اللي بتعملوه ان انتوا بتسيبوا بعد ما بتخلصوا التمرينه الرئيسيه دي بتروحوا على ماشين وتعملوا 8 ل 10 عدات وتجو اول اوت. والفوائد بتاعت نوع المجموعه دي مختلف تانية عن اللي قبليها. اولا بيساعدكم ان انتوا تجو تو فيلير، انك تروح للفشل العضلي عشان انتوا هتبقوا على ماشين او على جهاز فما فيش خوف لو انتوا قعدتوا تلعبوا لحد ما تقعوا. رقم 2 بيزود الفوليوم والانتنسيتي على العضله. بعد تمرينه كومبلكس وتقيله بتروح على المكنه تحرقها وتجيب اخرك فبالتالي العضله بتبقى اقوى. رقم 3 الوقت بتخليك تنجز تك 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 فبتطلع بعد المجموعه دي خلصان. ورقم 4 ان انت بتشق العضله وبتعمل حاجه مختلفه فبالتالي بتجيب نتيجه. انواع المجاميع دي بنحطها مع الكلاينتس بتوعنا عشان ناخدهم من مرحله لمرحله تانية. فلو انتوا عايزين نشتغل معاكم كل اللي محتاجين تعملوه تخشوا على اللينك اللي في البايو تملوا الفورم واحنا هنتواصل معاكم. وزي ما بقول لكم دايما keep going.